ايوه حبيبي، ودي الدوري 100 عقبه خلاص، يلا ودي الدرع 100 عقبه خلاص، ما تشغلش بالك. اسمع اللي بقول لك عليه، يلا 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 قابلك هناك، اديك ال 20 جنيه خلاص، الرهان اهو، الرهان في ايده اهو خلاص. كسبت يا عم انت ال 20 جنيه. الف سلامه الف سلامه. يا مساء الخير والسعاده على الناس الحلوه بزياده، انا محمد حرف وده برنامج المشاكس، ويلا بينا نحكيها صح. النهارده الطموح بلح والزمالك فلح. النهارده في حكايه اتكتبت اسمها مباراة التفاصيل، مباراة ابو قرش من ابو قرشين. وتيجي تتكلم النهارده على الطموح، تلاقي الطموح عند عم ابوح، تلاقي ان في كلام بيتقرا وفي كلام بيتكتب وفي حاجات بتتسمع وفي حاجات بتتشاف على ارض الملعب غير اللي بتسمعه واللي بتقراه خالص. ايه اللي حصل النهارده؟ هو ايه اللي كان موجود؟ احنا شفنا ماتشين، الماتش الاولاني بيراميدز استحوذ، قلنا خلاص ده كده هياكلوا الزمالك. الماتش الثاني شفنا الزمالك لعب بجمله واحده بس، هي جمله، هي تفصيله واحده، تيجي من ورا ما تعرفش بيراميدز كان مفتوح ليه قوي من ورا كده النهارده. يا جماعه الميكروباص كسب الطياره. الكره علمتنا يا جماعه ان هي بالقلب مش بالجيل. وتشوف مثلا محمد ابراهيم بيركب ميكروباص ولاعيبه بيراميدز جايه بطياره. بس انا اقدر اقول لك النهارده ان المصري اصلي والمستورد ما عملش حاجه. تيجي النهارده دايما وابدا تراهن على مشاكله، تراهن على ايقافات القيد، تراهن على العيال الصغيره، تراهن على ناصر منسي، شيكوبانزا المجنون، بزيرة النونه. ولكن في الاول وفي الاخر ابدع الزمالك واقنع الزمالك، واللي قرا صح ارتاح، اللي قرا المباراه صح ارتاح، اللي ذاكر فلح، والطموح بلح. انت بتشوف النهارده، يا مساء الخير والسعاده على كل الزملكاويه بالزياده، مبروك عليكم الماتش ومبروك عليكم الدوري. انتوا النهارده قدمتوا المباراه بطريقتكم انتوا، بشكلكم انتوا، بمدرسه الفن والهندسه، بمدرسه الفن والمعلمه، بمعتمد جمال اخر دلع، معتمد جمال اخر دلع، معتمد جمال اخر جمال. حط الحروف وطلع على الروف، وخد بيراميدز سحرهم في حته غلط. خد بيراميدز النهارده قطعهم من ورا، دفاع كان ورا بايظ خالص. انت بتشوف النهارده كل كره تروح ورا، اجري يا شاكوبانزا، اجري يا بزيره، اجروا يا عيله، حلق حوش. في ايه يا جماعه؟ هو بيراميدز ماله الصراحه؟ انا عايز افهم يعني، هو بيراميدز ماله؟ هو بيراميدز بيجي الزمالك، بيراميدز بقى اللحمايه بتاعت الزمالك. انت النهارده اما تشوف ان بيراميدز والزمالك اتقابلوا بالنهارده 25 مره، الزمالك يكسب 15 مره، الزمالك يكسب 15 مره وبيراميدز يكسب اربعه والتعادل يحسم المصلحه في سته. انت بتتكلم ايه؟ ده نظر الزمالك هو اللي 6 على 6، يكسبكم 15 يا مؤمن وانتوا تكسبوا اربعه بس. ايه القصه؟ هو عامل لكم ايه؟ هو الزمالك معلم على حاجه؟ هو الزمالك واخد التوكيل بتاع بيراميدز؟ انا ما شفتش كده الصراحه. انا شايف بيراميدز يجي قدام الاهلي يبقى بص، شهبندر التجار، يجي قدام الزمالك تشوفوا حته صرصار، مفيش طموح ومفيش العاب ومفيش برامج ومفيش دولارات. يا راجل النهارده كل الناس بتتكلم تقول لك بيراميدز ب 20 مليون يورو، الزمالك ب 14 مليون يورو، في تفوق في حوالي 8 مليون يورو. يوه لا، يورو يورو يورو. النهارده كانت حفله كبيره قوي يا جماعه في نادي الزمالك، مسكوا بيراميدز عملوا منهم صينيه مكرونه بالبشاميل على الفطار، خلوا بيراميدز اقل من القديمه. وده عشان يقول لك ان المصري اصلي، ان المصري يعرف يقرا القصه صح، ان المصري بيعرف يشرح الموضوع صح. اما الحاجات المستورده والناس اللي ملهاش قيمه واللعيبه اللي هي بملايين والقصص والحكايات والروايات، وتقعد تسمع وتقعد تشوف، تيجي في الملخص تلاقيها ان هي زيد زي عبيد، هات من ابو اخر وخلي البلد يوكل. النهارده الزمالك بيفوز على بيراميدز في موقعه كان عنوانها الرئيسي الابيض نجح والطموح بلح. يبدا الزمالك النهارده المباراه بتحفظ دفاعي ولعب على الواقعيه، اللي هو النهارده انتوا عايزين الكوره خدوها، بس انتوا ما تزعلوش من اللي هيجرى لكم. عايزين الكوره خد العبوا الكوره. مسكوا النهارده بيراميدز قعدت عملت مثلثات
والواد ابراهيم محمد ابراهيم الصغير ابو 3 جنيه اللي بيركب ب 20 جنيه ميكروباص يا عم يورشيتش، بيركب ب 20 جنيه ميكروباص، يمسك النهارده الباك بتاعه زلاكه وقطه ماسكين الواد فحت وردم هروه هروه. ولكن النهارده معتمد جمال لعب بالواقعيه وقال لك خلاص سيب الاستحواذ لبيراميدز، واحنا هنلعب على مرتدات، هنلعب على مرتدات وناخد المساحات اللي كانت عامله زي الشوارع. بيراميدز اتضرب في الكره في الثانيه تك 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 تك، بيراميدز داخل، جالهم صداع، اتهاروا من ورا، ما تفهمش ايه اللي كان حاصل لهم النهارده. حصلت الثوره وجات الزمالك خدت الكرات كلها مرتدات 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 مرتدات. ما شفتش النهارده بيراميدز قادر يعمل حاجه، ما شفتش النهارده بيراميدز قادر يعمل تفصيله، ما شفتش النهارده بيراميدز حابب ان هو او عنده القوه او القدره يرجع. اللعيبه بقت عنيفه وتعصبوا وخرجوا عن تركيزهم وبقى ما فيش حد في مكانه وما فيش حد في مركزه، ورشيش قاعد يتنطط على الخط زي الكره الجلد. ما بقاش في الملعب اداره فنيه، ولا بقى النهارده في عقل مفكر يقدر يقول لهم خلي بالكم واهدوا، انتوا العصبيه مش هتفيد، انتوا لازم تلعبوا مع نادي الزمالك بالراحه، انت لازم الكره تيجي من رجل لرجل، انتوا لازم تنقلوا كره. نسيوا الخطه، ومعتمد جمال لما ساب لهم الاستحواذ الناس ارتبكت، الناس ما بقتش قادره تعمل رد فعل. الزمالك النهارده لعب ب 4-3-3 وعمل تشكيل في حد ذاته هو تشكيل مثالي. لما تيجي النهارده تحط محمد اسماعيل وتحط حسام عبد المجيد، وعلى الطرفين تحط محمود بن تايج وتحط محمد ابراهيم، الواد محمد ابراهيم الصغير ده، محمد ابراهيم ده، وتم حاطط عبد الله السعيد وحاطط محمد شحات عشان يمسكوا الكره في نص الملعب، ومحمد السيد عشان يستخلص ويبتدي ان هو يوزع كره شمال ويمين، وحطيت المنسي ناصر منسي قدام، ورميت فتوح قلت له روح يا قتوح. فشفت النهارده نادي الزمالك بيلعب بمدرسه الفن والهندسه بالكره البسيطه السهله اللي هي ما فيهاش تعقيد، هي ما فيهاش تعقيد، الكره يا جماعه سهله والله، الكره سهله، الكره سهله خالص خالص. لكن انت بس تيجي النهارده تحط كل واحد في مكانه وتحط كل واحد في مركزه وتبتدي تلعب السهل، هتلاقي اللي قدامك اصلا مفرفر لوحده وجالك مستسلم. بس انا اللي مش قادر افهمه هو يا بيراميدز بتيجي قدام الزمالك وتعمل نعامه ليه؟ بتحط راسها في التيم ليه؟ انتوا مش مصدقين ان انتوا لعيبه بفلوس ولاعيبه محترفه وعلى اي، انتوا بطل الكونتيننتال وبطل افريقيا والقصص دي كلها. هل الكلام ده كله لما بتيجي انت تترجمه وتقول للعيبه في المحاضره ما بيصدقوش نفسهم في الملعب، بينسوا، بيجي لهم يعني بيفقدوا الذاكره، ولا العيب ان هو الزمالك فريق جامد، ولا القصه فين؟ انا احكي لك الموضوع ببساطه. القصه في الجمهور والايمان بقدراتك والروح اللي بيديها لك المدرب المصري، لانه بيعرفك ان انت قد ايه قوي، وان انت اللي قدامك دول هم 11 لاعب واحنا 11 لاعب. وتيجي النهارده تقول له ان الموضوع بسيط، الناس دي بتلعب بالطريقه دي واحنا هنهاجمهم بنقطه الضعف دي، فهناخد من 1 2 3 هنوصل هنجيب هدف، وقادرين ان احنا نكسب، وقادرين ان احنا نسوق المباراه لصالحنا، وقادرين ان احنا نوصل. وانت ما تتخضوش وخلي عندكم الثقه في انفسكم. احنا النهارده لازم نراهن، احنا النهارده نادي الزمالك، احنا تاريخ نادي الزمالك، احنا جمهور نادي الزمالك، احنا فرقه مش ما اتبنتش من 8 سنين، احنا فرقه عندها تاريخ، احنا فرقه عندها جمهور، احنا فرقه عندها رغبه، احنا قادرين نعمل حاجه، فاللعيبه تصدقك، فتقدر النهارده تاخد منهم اداء وتاخد منهم نتيجه وتاخد منهم روح وتاخد منهم اقناع وابداع وامتاع للجمهور. هي دي القصه ببساطه. لكن انت النهارده عشان تلعب على فكره الفلوس وعلى فكره الامكانيات وعلى فكره مش عارف ايه والايه والبي والسي، لا ما طلعتش بالتكتيك، طلعت بالروح، طلعت بانك انت تقرا الموضوع صح، طلع ان اللي ذاكر ذاكر، طلع ان اللي بيقرا الجيم صح بيفتح الملعب مظبوط وبيقدر يلعب على التحولات البسيطه السهله جدا، وتستغل امكانياتك في 2 صراع في قلب الملعب وعلى الخط يجري شيكوبانزا. انا اول ما قال كابتن احمد حسن في الاستوديو قال لك انا عايز شيكوبانزا، هو فعلا عشوائي ومجنون بس هيتعب بيراميدز، لان بيراميدز تقال في الارتداد وما عندهمش سرعات. وقد كان الراجل لعب على تفصيله بسيطه خالص، خد المساحات، بيراميدز بيتقدم وخد المساحات في ظهرهم، والناس ما فطنتش للامور وما عرفتش تعالج الثغره. ده يرجعك ببساطه شديده جدا يوديك عند مستر يستروب بتاع النادي الاهلي، يقول لك ان يستروب هو في الاهلي عامل دروب ليه؟ لان هو بيلعب على فكره واحده، فكره العرضيات، يقعد يحلق ويعلق يحلق ويعلق يحلق ويعلق. طب انت قفلت له العمق باظ منك خلاص، تعب، ما قدرش يتصرف. هو ده اللي حصل النهارده مع بيراميدز، بيراميدز بيستحوذ وقاعد ينقل كوره وقاعد ينقل كوره ويلعب على الجناب، وعمق الملعب عنده مفتوح، فانت اديته في النص قطمت وسطه خالص. خلصت الحكايه بكده بتفصيله بسيطه، بانك انت النهارده يبقى عندك قرايه للجيم، عندك
احساس بالمسؤوليه، وعندك روح موجوده في الملعب عشان ترضي جمهور بره. فالنهارده ما بقتش بالامكانيات، بقت بالروح، بقت بالايمان بشخصيتك، بقت النهارده بدعم جمهورك اللي واقف وراك وبيساندك. السحر في الجمهور، والكوره للجمهور، لا الكوره بالفلوس ولا الكوره بالطياره ولا بال 20 مليون دولار. انت النهارده لما تيجي تقول لي شيكوبانزا المجنون، شيكوبانزا المجنون يقلب لك الماتش، راجل المباراه النهارده شيكوبانزا وبزيرة، راجل المباراه يعني مع احترامنا لناصر منسي، ناصر منسي تعب وعبد الله السعيد تعب، وتشوف النهارده هي كل اللعيبه كلها مركزه، اللعيبه كلها فايقه، الراجل قافل على لعيبته ووصل لهم الرساله صح، قال لهم هي مش بالفلوس دلوقتي، هي الفلوس جايه جايه، لكن انت النهارده لما تحط نفسك في برواز نادي الزمالك والباترينا بتاعت نادي الزمالك تعرضك صح، يقول لك بدون امكانيات انت حصلت على بطوله، يقول لك بدون امكانيات انت لعبت برجوله، يقول لك انت بدون امكانيات قدرت تصنع المستحيل وكل الناس تتكلم عنك. كل الناس النهارده بتتكلم عن نادي الزمالك بابداعه، اقناعه وامتاعه رغم الظروف، رغم الغيابات، رغم المشاكل، رغم الاصابات، رغم الضغوط، رغم كل المشاكل دي، لكن انت بتلاقي نادي الزمالك بيقدم لك كوره حلوه وبيقدم لك شكل حلو ومتصدر الدوري. تكفي برواز متصدر، لو ما خدوش البطوله ماتش النهارده بطوله، لو ما خدوش البطوله ماتش النهارده يخلي جمهورهم يقف وراهم وفي ظهرهم سنه. واي لعيب النهارده لازم يتكافئ في نادي الزمالك بان اللي يجي له عقد ما تقفش في طريقه، لان اللعيبه دي شالت الزمالك في محنتها، فانت لازم تدعمهم في مستقبلهم. الفلوس بتيجي بانك تكون مخلص للتيشيرت اللي انت لابسه، الفلوس بتيجي ان انت تستحمل النادي في ظروفه، الفلوس بتيجي لما انت تبقى مؤمن بنفسك وبجودتك وباخلاصك وبفكرك وقادر النهارده تقدم شيء من لا شيء. لكن انت تبقى في النادي الاهلي عندك كل الامكانيات، عندك كل الفلوس دي، عندك كل النجوم دي، وادائك بالشكل ده، يبقى انت ما تستحقش تكون في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ونادي الزمالك هم روح الكره المصريه. عاش الزمالك ومبروك عليكم الدوري من دلوقتي. كنت شايف مين النهارده احسن لعيب في المباراه؟ قول لنا في الكومنتات. لو عجبتك الحلقه اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان احنا عندنا حلقه ضرب نار. مبروك الزمالك مره ثانيه وهارد لك للطموح، الطموح بلح، الطموح بلح، الطموح بلح، عشان يا ابو قلب جامد هو اللي جرح.